إذا كان السيد مندوب الجزائر يحب مراكش إلى هذه الدرجة، ولا أعتقد أن هناك مدينة مماثلة لمراكش في الجزائر، أهلا به. يمكن أن يزور المدينة ويمكن أن يرى كيف هي مراكش وكيف تطورت على عكس بلده. يمكن أن تذهبوا أيضا لتروا أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سيكونان حاضرين في مراكش وفي المغرب في وقت قريب، وسترون كيف تطورت وتقدمت بلادي. أكد لي العقيد الراحل القذافي بأنه ارتكب خطأ جسيما عندما صنع ومول البوليزاريو. القذافي هو من صنع الجمهورية الوهمية قصد مناكفة المملكة المغربية في أوج الحرب الباردة. أشكر السيد عبد اللطيف فيدارة على هذه المعلومات. لك أن تنسحب الآن يا سيدي، وأعطي الكلمة للسيد جيروم بينار. سيدة الرئيسة، سيداتي سادتي، أود أن أعلن أن جبهة البوليساريو تشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والتنمية في الساحل. إنها مجموعة انفصالية شكلت ومولت من طرف الدولة المضيفة لمخيم تندوف، الدولة الجارة للمغرب، والتي ترمي إلى المساس بالسلامة الإقليمية لهذا البلد وإلى تحقيق الهيمنة الإقليمية. فالواقع أن هذه الدولة قد كرست موارد مالية ضخمة لتسليح هذه المنظمة وتوفير المساعدة اللوجستية لها، مع فرض سيطرتها على تندوف، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، وهو واضح في هذا المجال. الدولة المضيفة لمخيمات تندوف تقوم بتقديم الدعم لقيادات البوليساريو وتوفر لهم الملاذ الآمن، وقد أدى ذلك إلى إفلات الكثيرين من العقاب إثر الجرائم التي ترتكب في هذه المخيمات، مما يسمح لقيادات هذه الميليشيا بتكديس الثروات من خلال الاتجار بالمخدرات والوقود. وهذا قد صدر أو أكد عليه في عدد من الوثائق. الأطفال والنساء أول ضحايا جرائم البوليساريو، ولا يجد هؤلاء أي سبل للانتصاف. وهناك عنف جنسي تعرضت له السيدة قدياتو ميامود من طرف إبراهيم غالي قائد البوليساريو. كما أن الدولة المضيفة لتندوف والبوليساريو يرسلون مئات الأطفال إلى دول أخرى، دول ثالثة، لتجنيدهم إيديولوجيا ولدمجهم في الميليشيات المسلحة للبوليساريو. وهذا يزعزع استقرار الساحل ويجعل هؤلاء الأطفال يتحولون لمقاتلين مسلحين خارج أي إطار قانوني. ونشير أيضا إلى أحد الأطفال المجندين، وقد أكدت لجنة حقوق الإنسان قبل بضعة أشهر أنه تعرض للتوقيف التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة من طرف البوليساريو. البلد المضيف لمخيمات تندوف يرفض المشاركة في العمليات الأممية، وهذا يعرقل تسوية مسألة الصحراء. كما أن هذا البلد يشجع وكيله البوليساريو على ارتكاب هجمات الانتحارية ضد المغرب، وهذا يزعزع استقرار شمال أفريقيا. وينبغي لجميع الدول الأعضاء أن ترفض ذلك، وفرنسا ينبغي أن تؤيد المبادرة المغربية للحكم الذاتي، فهذا هو الحل الوحيد الذي سيوفر الاستقرار والتنمية في هذه المنطقة. وشكرا. أشكر السيد بنار على هذه المعلومات. يمكن أن تنسحب يا سيدي، وسأعطي الكلمة للسيدة شيري إرب. شكرا سيدتي الرئيسة. لقد زرت مخيمات تندوف في الجزائر وأعرف الظروف الصعبة التي يعيشها السكان. لقد التقيت هؤلاء ووزعت المساعدة الإنسانية لهم وللأطفال، وأصبحت صديقة لهم. الغالبية ممن يعيشون هناك قد
أخرجتهم البوليساريو من أراضيهم وأصبحوا في منتصف هذه المخيمات في قلب الصحراء، وأصبحوا جزءا من هذا النزاع الذي افتعلته الدولة المضيفة لأجل أجندات سياسية في المنطقة. هؤلاء يعيشون كابوسا منذ 50 عاما ولا يرون مخرجا منه، واليوم هناك قيادة فاسدة للبوليساريو تحاول أن تزيد من ثرواتها وسلطتها، وسكان المخيم هم من يعانون منذ عقود. إن الموقع النائي لمخيمات تندوف تستغله البوليساريو لكي تسيطر على الأوضاع دون تدخل خارجي ومع غياب أي إشراف، فإن هذا يزيد من سوء معاملة اللاجئين ويزيد من الفساد في استخدام الموارد وإلى تحويل وجهة المساعدة الإنسانية على شتى المستويات. من دون مساءلة، كيف يمكن أن نثق في من يستفيدون من عدم تسوية المسألة؟ الواقع أن البوليساريو تسيطر تماما على المخيمات، وهذا يجعل المخيمات التي يعيش فيها الصحراويين تختلف تماما عن الغالبية الساحقة لمخيمات اللاجئين التي تشرف عليها الأمم المتحدة. لماذا تسمح الأمم المتحدة لمجموعة مسلحة بإدارة شؤون هؤلاء الناس دون مساءلة على الإطلاق؟ علاوة على ذلك، فإن مخيم تندوف يقع على أراضي الدولة المضيفة، وبالتالي فإن الدولة المضيفة مسؤولة أخلاقيا وقانونيا عن هذه الكارثة. السؤال هو: هل مخيمات تندوف بالفعل هي مخيمات لاجئين؟ على مدار 50 عاما تقريبا تم تقديم أرقام مبالغ فيها بشأن قاطني هذه المخيمات، وبالتالي توجه مساعدات كبيرة لهذه المخيمات، وهناك تقارير قد وثقت الفساد ولا سيما من قبل مصادر أوروبية. المساعدات الإنسانية ينبغي أن تخضع للرقابة حتى نعرف بالضبط كم هو عدد من يقطنون هذه المخيمات. إن أردنا أن نسوي هذه المسألة ينبغي أن يكون هناك عدد دقيق لأولئك الذين يتلقون المساعدة. شكرا. I thank Ms. Erb for the information. أشكر الملتمسة على المعلومات التي قدمتها للجنة. لك أن تنسحبي يا سيدتي، وأعطي الكلمة الآن للسيدة كاثلين توماس. تفضلي. أعضاء اللجنة الرابعة، تستمعون اليوم إلى عدد من المتحدثين الذين يثنون على مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب. لا يخطئن أحد، هذا المقترح مجرد محاولة للإبقاء على الوضع الراهن. صحيح أن هذا المقترح يعطي انطباعا بأن السكان المحليين سيمسكون بزمام أمورهم، ولكن المشكلة في التفاصيل. أولا، المغرب سوف يسيطر على الحكومة عوضا عن الصحراويين، وبالتالي فإن الشرطة وإن كانت تضم أفرادا صحراويين فسوف يسيطر عليها وعلى المنطقة الجيش المغربي. نعم، ستكون هناك محاكم محلية، ولكن المحكمة الدستورية المغربية هي التي ستكون لها الكلمة الأخيرة والفاصلة في كل شيء. ولعل التفصيلة الأكثر أهمية هي أن السكان المحليين سيخضعون للدستور المغربي، ويعني ذلك أن الملك هو الذي لديه السلطة الكاملة على هذه المنطقة. هناك من قاموا في الماضي بانتقاد الدستور المغربي، أعني تحديدا المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، وقيل إن عددا من مواد هذا الدستور تمنح الملك سلطات لا محدودة، والملك عبر عدد من الأطراف يصدر عددا من المراسيم التي هي فوق القانون. ودراسة سالفة الذكر توضح أن هذه النصوص الملكية يقوم الملك بشكل دوري بالاستناد إليها، ويمكن أن يستند إليها بالتالي في مناطق تحظى بالحكم الذاتي. ماذا عن موارد هذه المنطقة؟ هذه الموارد ستكون
في يد المغاربة أم الأجانب؟ على أي حال لن تكون في يد الصحراويين، وهناك مخاوف بشأن الملكية، حقوق الملكية للسكان الصحراويين. وعليه فإن هذا المقترح للحكم الذاتي ليس مقترحا جديا وواقعيا وذا مصداقية كما قال البعض، بل سيساعد على الحفاظ على الوضع الراهن. لما لا يمكن بكل بساطة أن ينظم استفتاء في هذه الحالة؟ ينبغي للصحراويين أن يحصلوا على حقوقهم كاملة. شكرا. أشكر السيدة كاثلين توماس على هذه المعلومات، وأعطي الكلمة الآن للمغرب. سعادة مندوب المغرب، تفضل. شكرا يا سيادة الرئيسة. لم أكن أطلب الكلمة، لدي فقط نقطة نظام، ليس طلبا للكلمة. أرجو منك يا سيدتي عندما تطلب دولة عضو نقطة نظام أن تحصل عليه. لا يمكن أن ننتظر حتى ينتهي الملتمس من الحديث، لأننا كما قلنا دائما فإن الملتمسين هنا لتقديم التماس بشأن مسألة قيد النقاش. الكثير من الأمور التي تقال على مدار النقاشات، الكثير من هذه العناصر نحن لا نتفق عليها، أكاذيب ومغالطات، ولكن يتحدث هؤلاء ويواصلون الحديث. ولكن عندما يبدأ المساس بمؤسسات الدولة العضو فهذا غير مقبول. عندما يبدأ الملتمسون بالمساس بمؤسسات دولتنا فإننا لن نقبل بذلك. الملتمسة تحدثت عن الدستور المغربي، عن الصلاحيات الواردة في دستور المغرب، وتم إذن الهجوم على مؤسسات المغرب، وبالتالي طلبت نقطة نظام، وهذا حق لأي وفد من الوفود خلال النقاش. وبالتالي السيدة الرئيسة، لقد تقدمت بنفسي نقطة النظام يوم أمس، ونحن نقدر لك رئاستك للجنة، ولكن عندما نطلب نقطة نظام ينبغي منحها للدولة العضو. يوم أمس تصورت أنكم ربما لم تلاحظونني عندما رفعت يدي، ولكن هذه المرة لم أحصل على الكلمة لنقطة النظام هذه. نشدد على أنه عندما يتم الهجوم على دولة عضو ينبغي وقف الملتمس عن الحديث. شكرا. أشكر سعادة مندوب المغرب الموقر على نقطة النظام هذه، وأعطي الكلمة الآن لممثل الجزائر الموقر. شكرا سيدتي الرئيسة. اسمحي لي بادئ ببدء لما كنت أتناول الكلمة للمرة الأولى أن أعرب لك عن دعم الجزائر الكامل لرئاستك لهذه اللجنة الموقرة. ودعمنا الكامل لا ينعكس في مجرد كلمات بل في أفعال. نتحدث إذن عن ضرورة احترام اللياقة في أعمال هذه اللجنة والكياسة، والتطرق إلى هذه المسألة هو من صلاحيات الرئيسة حصرا. بالطبع يحق للدول الأعضاء أن تقدم نقاط نظام، ولكن نقطة النظام لا تعني أن تفرض هذه الدول قواعد الكياسة واللياقة المطلوبة في هذه اللجنة، فهذه من صلاحيات الرئاسة، ونحن ينبغي أن نضع ثقتنا في الرئاسة، فالرئاسة هي التي تتحقق من احترام الجميع لقواعد اللياقة والكياسة. ثانيا، ترى الجزائر أن جميع الملتمسين لهم الحق في التعبير عن أنفسهم. بالطبع ينبغي احترام جميع قواعد اللياقة كما قلنا، وهذا أمر تنظر فيه الرئاسة. ثالثا، في الكثير من الجلسات وليس اليوم فحسب لاحظنا أن ممثل المغرب الموقر عندما يطلب نقطة نظام فهو أحيانا يثير ضجة ويعرقل تلك الكياسة واللياقة التي يود أن يفرضها. ربما هو يبرهن لنا
على مهاراته في الطرق على الطاولة كأنه يضرب على آلة موسيقية. ربما هذا ما تفعلونه في مراكش في جامع الفناء. هناك يمكن أن تبينوا هذه المواهب الموسيقية. شكرا. أشكر ممثل الجزائر الموقر على هذه الملاحظات، وأعطي الكلمة الآن لممثل المغرب. I thank you, Madam Chair. Maybe شكرا سيدتي الرئيسة. أعتقد أن مندوب الجزائر قد يحتاج إلى معرفة ما هي اللياقة والكياسة. لست متأكدا أنه يفهم تماما ما تعنيه هذه الكلمات. السيدة الرئيسة، عندما نتحدث في هذه اللجنة هناك قواعد ونظام داخلي، وهناك ممارسات معهودة في هذه اللجنة. عندما نمنح الملتمسين حق الحديث ينبغي أن يتحدثوا باحترام لمؤسسات الدول الأعضاء، أن يتحدثوا باحترام بشأن المسائل التي يتطرقون إليها دون الهجوم على الدول الأعضاء. نحن نحترم تماما صلاحيات الرئيسة، ولكن في إطار عمل أي لجنة كانت وفي الجمعية العامة، فإن الدول الأعضاء عندما ترى أن هناك ملتمسا أو ربما دولة عضو أخرى على غرار الجزائر هنا مثلا، عندما نرى إذن أننا نخرج عن النظام الداخلي ونخرج عن الممارسات المعهودة، يحق لنا أن نتناول الكلمة وأن ندعو هؤلاء الملتمسين أو هؤلاء الأشخاص عموما، بما في ذلك هؤلاء الذين أحضرتهم الجزائر، إذن أن ندعوهم لكي يعودوا لفحوى الحديث ولهذه القواعد. إذن أرجو من سعادة مندوب الجزائر، بما أن أحدا لم يشر إليه، أنا لم أتحدث عن الجزائر على الإطلاق ولكننا نعرف بالطبع، إذن ندعوهم إلى احترام حق الدول الأعضاء في طلب نقطة نظام، ومن حقنا أن نطلب وقف أي شخص عن الحديث إذا كان يتجاوز الحدود المتعارف عليها في ممارسات اللجنة. بالطبع للرئيسة صلاحيات، ولكن هناك أيضا نظام داخلي وممارسات في اللجنة. والآن إذا كان السيد مندوب الجزائر يحب مراكش إلى هذه الدرجة، ولا أعتقد أن هناك مدينة مماثلة لمراكش في الجزائر، أهلا به. يمكن أن يزور المدينة ويمكن أن يرى كيف هي مراكش وكيف تطورت على عكس بلده. يمكن أن تذهبوا أيضا لتروا أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي سيكونان حاضرين في مراكش وفي المغرب في وقت قريب، وسترون كيف تطورت وتقدمت بلادي. أشكر ممثل المغرب الموقر على هذه الملاحظات. وأعطي الكلمة الآن إلى السيد أندرو روزمارين. يشرفني أن أتناول الكلمة كمحام دولي. أنا أندرو روزمارين، وأهدف إلى المساهمة في تسوية هذه الأزمة من خلال المبادرة المغربية بما فيه مصلحة أكبر عدد من المعنيين. وسأبدأ بزلزال، هو زلزال المغرب المدمر الذي جعلنا نركز على الحاجات العملية في هذه المنطقة لكي ننهي هذا النزاع. بموجب القانون الدولي أكثر من 28 دولة قد افتتحت قنصليات في الصحراء، ما يبين اعترافها بسيادة المغرب، ودول كثيرة أخرى أعربت عن دعمها لمشروع المغرب للحكم الذاتي. والبارحة منظمة الفوتبول العالمية اعترفت بالمغرب، وأن المستقبل سيعترف قريبا بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. الفيلسوفان بنثام وميل علمنا أن سعادة الشعوب تكمن في الاستجابة إلى إرادة الأغلبية. وكمحام دولي أعتبر أن الحل يجب أن يكون حلا عمليا يستند إلى الأدلة والإثباتات. ما هو إذن الحل العملي الأفضل لهذا النزاع؟ وبعد سنوات من التفكير إجابتي هي المشروع المغربي للحكم الذاتي. لماذا؟ لأنه عادل ومرن واستشرافي. عادل ومرن لأنه يلحظ الحكم الذاتي للصحراويين مع التركيز على المفاوضات، وهو استشرافي لأنه يهدف، وهنا أقتبس الجزء الثالث، يهدف إذن إلى بناء مجتمع حديث ديمقراطي
ديمقراطي. هو إذا منصف مرن واستشرافي أيضا، لأن المغرب يضمن، أقتبس هنا الفقرتين الرابعة والخامسة، المغرب سيضمن لكل الصحراويين وجود مؤسسات ديمقراطية. هل يمكن للمغرب أن تحقق ذلك؟ الإجابة هي نعم، لأن ذلك هو في مصلحة الجميع. أن المغرب بلد ديمقراطي وينظم انتخابات نزيهة وحرة، وثانيا لأن الحكومة تعمل على التنمية، وثالثا لأن الدستور يلحظ الحكومة المحلية بما في ذلك في الصحراء، رابعا لأن المغرب ملتزمة بإنتاج الطاقة الخضراء، وخامسا لأن المغرب تتعامل مع الزلزال المدمر وقد بيّنت أنها قادرة على التكيف مع أقصى الظروف. معا إذن كل هذه الأدلة معا تثبت أنه يمكن أن نثق بالمغرب لكي تضمن مصلحة الصحراء والصحراويين من خلال المشروع المغربي للحكم الذاتي. أشكر السيد عدى على المعلومات التي قدمها إلى اللجنة. لك أن تنسحب، وسأعطي الكلمة الآن إلى السيد مخلوف ساحل. تفضل سيدي. منذ نشأة الأمم المتحدة حصلت كثير من البلدان على استقلالها، ويظل 17 إقليما من بينها الصحراء الغربية المحتلة غير مستقل، مما يجعل مسار إنهاء الاستعمار لم يكتمل بعد، ويبقى بمثابة التحدي الأول الذي يواجه ضمير المجموعة الدولية برمتها. وبالرجوع إلى مسار إنهاء الاستعمار سيتضح لنا أن جهود الأمم المتحدة كانت كبيرة ومعتبرة، واستندت إلى جملة من المبادئ أبرزها مبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها. كما تجسدت عقيدة الأمم المتحدة ذات الصلة بتصفية الاستعمار في عدة قرارات، أهمها القرار 1514 المتضمن حق الشعوب في تقرير مصيرها. ولكن السؤال الذي يبقى يواجه المجموعة الدولية برمتها رغم وجود عقيدة كاملة حول تصفية الاستعمار، لماذا تستمر الظاهرة الاستعمارية إلى غاية هذه اللحظات؟ السيدات والسادة، إن استمرار الظاهرة الاستعمارية يمثل قلقا عالميا وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الدوليين، كما يؤثر على مقدرة النظام الأممي في مواجهة التحديات المتعددة المفروضة على المجموعة الدولية، ويساهم في ذات الوقت في اهتزاز وجوبية الاحتكام إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي من قبل الفواعل الدولية والإقليمية في ضبط العلاقات الدولية. لذلك سيتضح بكل موضوعية أن إسراع الأمم المتحدة لجهودها النبيلة في تصفية الاستعمار سيعزز حتما من ثقة الشعوب والدول في أجهزتها المختلفة، وسيقوي من مكانتها كصمام أمان للنظام المتعدد الأطراف، حتى يتسنى لها التفرغ لمواجهة التحديات العالمية المشتركة. كما أن الإسراع في تمكين الشعوب المستعمرة من حقها في تقرير المصير، ومن بينها الشعب الصحراوي، سيمثل أسمى صور تجسيد روح جل المواثيق ذات الصلة بحقوق الإنسان. السيدات والسادة، من منطلق كل ما سبق، كل من يؤمن بعدالة كفاح الشعوب المستعمرة وحقها المشروع في الحرية والكرامة سيعرب عن أسفه لعدم إحراز أي تقدم فيما يخص تنظيم استفتاء حر في الصحراء الغربية المحتلة، مثل ما تنص عليه اللائحة الأممية 15/14، وهو وضع أكدته اللائحة 22/29 الصادرة سنة 1966 من خلال منح الشعب الصحراوي الحق الثابت في تقرير المصير والاستقلال. وعليه فإن الحل الوحيد والأمثل الحل الوحيد والأمثل هو المطابق للشرعية الدولية والمتمثل في أشكر السيد ساحل على المعلومات التي قدمها إلى اللجنة. لك أن تنسحب الآن، وسأعطي الكلمة الآن إلى السيد باهي لاربي إناس. أيبقى مجالا للشك أو التساؤل أو التحليل بعد أن يعترف الصانع بأدق تفاصيل صنيعته، ويشهد الشاهد على تمفصلات وظروف نشأة هذه الصنيعة، أي البوليزاري ومن يقف وراءها؟
وأنا أتابع قبل أيام شهادة الوزير الليبي السابق ورئيس البرلمان الليبي السابق في نظام القذافي السيد أبو القاسم الزيوي. ترسخت لدي قناعة أن صناعة الوهم لا يمكن أن تصمد في وجه الحقيقة التاريخية. يتحدث السيد الزيوي عن ظروف صناعة بوليزاريو فيقول: أكد لي العقيد الراحل القذافي بأنه ارتكب خطأ جسيما عندما صنع ومول البوليزاريو. ويسترسل السيد الزيوي في حديثه وهو الشاهد على كل هذه الحقائق ليقول: القذافي هو من صنع الجمهورية الوهمية قصد مناكفة المملكة المغربية في أوج الحرب الباردة. ويختم المسؤول الليبي شهادته هاته بما جاء على لسان الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين عندما قال للقذافي: أنت صنعت بوليزاريو ثم دفعتها إلى ترابنا. كل هذه الحقائق أبسطها أمامكم لتعرفوا من صنع وهم الدولة ومن تبناه لاحقا ليهدد أمن واستقرار منطقتنا برمتها، ويختبي ضدا على التاريخ وراء مبادئ لا تستقيم أمام حقيقة نشأة هذا الكيان في كنف رعاته إلى اليوم. ينضاف إلى كل هذه الحقائق ما كشف عنه أرشيف أجهزة استخبارات الولايات المتحدة الأمريكية يعود تاريخه إلى 16 ديسمبر 1977 حول اللحظات الأولى لنشأة البوليزاريو. أريد لكم منه 4 مقتطفات. أولا: نسبة كبيرة من الصحراويين المتجمعين في مخيمات الجزائر ليسوا مما يسمى سابقا بالصحراء الغربية. 2: يشكل العديد من أعضاء بوليزاريو المنحدرين من موريتانيا والجزائر والمغرب العمود الفقري لقيادة البوليزاريو وقواعدها. 3: يبدو أن أعدادا كبيرة من جنود البوليساريو قد تم تجنيدهم من صحراويين ليسوا في الأصل من الصحراء. إن دوافع البلد المضيف تتجاوز مجرد الاهتمام بحقوق الصحراويين، يقول التقرير. كل هذه اقتباسات مقتضبة من تقرير مفصل أنصحكم بالرجوع إليه لتستكشفوا عن قرب ظروف نشأة فكرة انفصالية يغذيها ويمولها من له مصلحة في أن تظل مسارات التنمية بمنطقتنا معطلة. أبسط أمامكم هذه الحقائق التاريخية، وأنا الذي كنت ضابطا ساميا سابقا في صفوف الجبهة واكتشفت بعد ذلك زيف أهداف وادعاءاتها لأعود إلى أرض الوطن. شأني في ذلك شأن عشرات الآلاف من الصحراويين الذين عادوا إلى أرضهم وإن أشكر السيد إناس على المعلومات التي قدمها إلى اللجنة. لك أن تنسحب الآن، وسأعطي الكلمة إلى السيد فرانسيسكو خافيير خيمينيز. تفضل. حضرة الرئيس، حضرة السيدات والسادة، منذ 1975 وعدد كبير من المغربيين من أصل صحراوي لم يسجلوا ويعيشون في ظروف غير إنسانية في مخيمات تندوف في الجزائر، وأغلبية كبيرة لم ترى حياة أفضل في كل هذه العقود. والمخيمات في الجزائر في منطقة من أقصى المناطق في العالم، ويعيشون في ظروف صعبة للغاية، وتحيط بهم كيلومترات من الصحراء حيث الصخور وما من حياة نباتية، وأحيانا تصل درجات الحرارة إلى 60 درجة مئوية، والتعليم محدود جدا، والبنية التحتية والصرف الصحي محدودين جدا. والسكان هناك إما يعتمدون على الزراعة لتلبية احتياجاتهم أو على المساعدات الدولية. وقد حذرت الأمم المتحدة بشأن الأزمات الإنسانية الخطيرة في مخيم تندوف، منها خطر سوء التغذية وتدني الأمن الغذائي، إضافة إلى ما تقوم به جبهة البوليساريو بمساندة مسؤولين جزائريين فاسدين. وقد نددت وسائل الإعلام الدولية بالاستيلاء على المساعدات في السوق السوداء وأخذها من
المستحقين. وهذا يعقد إمكانية تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية. حضرات السيدات والسادة، المملكة المغربية كدولة ذات سيادة تؤدي دورا نموذجيا في صون الأمن والسلم بأفريقيا، ولهذا أردت أن أضمن في بياني أن المغرب اقترح حلا واقعيا لإنهاء هذا النزاع المصطنع في الصحراء الغربية، وهذه المبادرة المغربية تتماشى تماما مع القرارات الدولية، وقد حصلت على دعم دولي بما في ذلك من الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وأسبانيا و25 دولة أخرى. وأكرر، وانقطع الميكروفون.